السلام عليكم. اليوم غادي نهضروا على واحد الحاجه اللي نايض عليها بزاف ديال البلبله في المغرب، اللي هي الاحصاء. كلشي كيهضر على الاحصاء كيفاش غيدار، فوقاش غيدار، علاش، شنو الهدف منه. اليوم غادي نجاوبوا على هاد الاسئله هادي، ولكن قبل ما نبداو ابونيك الناس اللي بغاو يديروا ابوني، شي لايك، شي كومونتير الا بغيتي. المهم معنا نبداو في الموضوع ديالنا. الاحصاء هو واحد العمليه كدار كل 10 سنين، ودارت آخر مرة في 2014 ودابا 2024 كتعاود دار عاوتاني. بفضل هاد العملية هادي الدولة كتقدر أنها تعرف معلومات على الشعب، يعرفوا أنه شنو وقع في البلاد. والجهة المختصة بهادشي هي المندوبية السامية للتخطيط، اللي مكلفة بهادشي، وبالإضافة لواحد المجهود من وزارة الداخلية. وبالنسبة للناس اللي سولوا شحال غادي ياخد هادشي ديال الوقت، فراه المدة هي من 1 شتنبر حتى ل30 شتنبر. كاين اللي كيقول شنو هما الأسئلة اللي غادي يسولونا الناس ديال الإحصاء، باش أنهم يعرفوا ما يبقاوش يخربقوا ولا شي حاجة، يكون عارف شنو ويعرف يجاوب. من أبرز الأسئلة اللي كيسولوا هي الأفراد ديال العائلة اللي ساكنين تما في ديك الدار، الأعمار ديالهم، الحالة العائلية، واش متزوج واش ممتزوجش، تا المستوى الدراسي، وهذا المستوى الدراسي كينفع بأنه يحسبوا النسبة ديال الأمية اللي كاينة في البلاد، ظروف السكن، والأفراد العائلة واش خدامين ولا لا، واش كينفع في التحديد ديال نسبة البطالة، وقد يكون حتى في حوايج أخرين عاوتاني. المهم هاد الإحصاء هذا كنقدروا نعرفوا به الأمية، النسبة ديال الزواج، شكون اللي كاين في المجتمع، واش الكبار ولا الصغار، بشحال كيتزادوا المغاربة في كل مدة تقريبا. وكتكون هذه أبرز الحوايج اللي دارها الإحصاء. وكما كتكون المدة هي شهر، والجهة هي المندوبية السامية للتخطيط، وزيد عليها وزارة الداخلية. وكنظن هادشي كان في الفيديو هذا، نتلاقاو في الفيديو الجاي.